طيب احنا زكية ليها نقطة مهمة عاوزة تسألك فيها في الموضوع ده، اتفضلي يا زكية. شكرا يا ريهام. شكرا. شكرا ليكي. خليني أرحب بسيادة المستشار في البداية. أهلا أهلا بيك. بحضرتك. أهلا بيك يا زكية. هل الرشوة هي الفلوس اللي بتندفع يد بيد بس؟ ولا المبالغ اللي بتتحول أونلاين لتقضية مصلحة تعتبر رشوة برضو؟ طيب، هي زكية بتواكب التطور التكنولوجي في شأن جريمة الرشوة. هو هذه المسألة نقطة جوهرية ومحورية في هذه الأيام، لأن كافة التحويلات كان زمان كنا بندفع الفلوس كاش أو نقدا. دلوقتي أصبح في تحويلات بنكية وما تحويلات انستا باي وما إلى ذلك. لكن للإجابة على هذه السؤال لابد وأن نرجع إلى أصل المسألة. هل الرشوة التسلم والاستلام فيها بالنسبة للعطية نفسها، هل هو لابد وأن يكون يدا بيد أو أن يكون نقدا فقط؟ الإجابة لا. هذا التسلم والاستلام، وبالمناسبة أنا من الممكن أن يكون تتوافر لدينا ظروف وأركان الرشوة، لكن أنا ما عنديش أموال. تتوافر الرشوة بالعطية وبالمزايا وبأي مقابل يعرض صاحب المصلحة على الموظف العام به، أو أن يطلب أو يأخذ أو يقبل الموظف العام هذا المقابل، بتتوافر مش به شرط تبقى حاجة الأركان. مادية، لا، يعني مش ممكن لازم، مش يوعدوا لازم. بحاجة، بهدية، بعطية، هعمل لك بخدمة بخدمة. معينة، أي مقابل. شريطة أن يكون لدى هذا الأخير الموظف العام نية أن يقبل هذا الأمر لقاء أن يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجبات وظيفته على طريق غير مشروع. فإذا تعددت السبل في شأن الإعطاء فإن الجريمة واحدة. فالرشوة هي الرشوة حتى لو تغير الاتفاق، لأن احنا قلنا إن هو عملية الرشوة هي اتفاق بين صاحب المصلحة والموظف العام، فيجوز أن يتفق على أموال، يجوز أن يتفق على عطية معينة، يجوز أن يتفق على خدمة معينة، يجوز أن يعد بعطية معينة. صحيح.